تظاهر الملتقى الوطني للسينما والصورة هو يأتي في عرضه في عطلة، ولكن أكيد الإعداد ليه كان أثناء السنة الدراسية، أثناء الدراسة. والزمن المدرسي هو محور من بين المحاور التي سوف يعتني بها إصلاح النظام التربوي القادم من خلال المجلس الأعلى للتربية، اللي إن شاء الله سيرى النور في أقرب الأجال، والذي طبعا كما تعرفون سيكون تحت رئاسة وإشراف مباشر من السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد. سيد وزير، نرجع بك للملتقى، مخرجات هذه الملتقيات كيفاش ممكن نكملوها؟ لأنه بالحق معناتها فيها فائدة كبيرة على التلميذ وعلى المؤسسة التربوية والصناعة. طبعا هو العديد من الأنشطة تقوم بها النوادي التلميذية في كل المعاهد. اليوم في السينما والصورة، بالأمس منذ يومين بمدينة سوسة كان ملتقى الموسيقى، هناك المسرح، هناك المبدعين في قربة وفي كل الجهات. أكيد هذا الهدف منه هو دعوة التلاميذ إلى الاهتمام بالشأن الثقافي والشأن الذي يصنع شخصية التلميذ النقدية التي نريد أن تكون في المواطن التونسي القادم. لابد أيضا مثل ما ذكرت استثمار هذه الأعمال وإعطائها للآخرين للاطلاع عليها، وهذا إن شاء الله نحن بصدد أيضا دراسته من خلال ربما إعادة الحياة للتلفزة التربوية، أو من خلال خلق قنوات فيديو يعني على شان يوتيوب حتى تعم الفائدة على الجماعيات وجميع التلاميذ. ولكن الثابت أننا سوف نعطي أهمية أكبر للتنشيط الثقافي، والسيد رئيس الجمهورية لا يتردد ولا يتوقف عن التأكيد على الاهتمام بهذا المحور وإرجاع خاصة نوادي السينما، ويذكرون دائما بالسيني كلوب وأهميتها والدور الذي لعبته نوادي السينما خاصة في السبعينات في إنتاج وربما صقل مواهب المتعلمين، وبالتالي مواطنين على مستوى عالي من الوعي ومن الانفتاح والقبول بالآخر وأيضا التسامح. وهذا مهم، هذه الشخصية التونسي التي نريد، والحسن هذه الشخصية المتمسكة بهويتها العربية الإسلامية، ولكن أيضا منفتحة على كل الحضارات والأديان والجنسيات واللغات إلى غير ذلك. فوق كل ربوة ومدرسة حديثة، هل بالإمكان أن نشوفه في كل ولاية على الأقل مركز ثقافي الثقافة المدرسية أو النوادي موجودة، وعلى المراكز الثقافية لأنه بدون معدات بدون فضاءات ما نقدروش نعملوا بالحق ثقافة متصورة وعندها حق. هو الجديد ربما في عمل هذه الحكومة التي يشرف عليها السيد أحمد حشاني بالحقيقة، وهو اعتماد على المقاربة المنظومية. المقاربة المنظومية يعني أن الكل يعمل مع بعض متداخل، ونحن سوف نمضي على اتفاق بين وزارة التربية ووزارة الثقافة ووزارة الشباب أيضا حتى تكون أعمالنا مشتركة في الجهات، وبالتالي توظيف دور الثقافة الموجودة في كل المعتمديات للشأن التلمذي حتى ينشط فيها ويستغلها كما يجب أن يكون يعني الاستفادة منها. وهذا مهم. فوق كل ربوة مدرسة حديثة صحيح مرتبطة بالإنترنت، مجهزة أحسن تجهيز، فوق أسطحها لافتات شمسية، مجهزة كما يجب أن يكون. هذا هو شعارنا نرفعه ليتواصل العمل الذي بدأه الأولون بعد الاستقلال، رفعوا شعار فوق كل ربوة المدرسة، ونحن نعترف بما قدموه ونضيف إلى هذا من خلال كلمة حديثة، لأن مدارسنا أكثر من 6000 مدرسة أصبحت معترئة، أصبحت لا تتماشى والوضع الحالي. نحن ذاهبون إلى ربطها بالإنترنت وبالطاقة الشمسية وتجهيزها إن شاء الله حتى تصبح جاهزة للإصلاح التربوي الجديد ولقبول الرقمنة التي نحن سوف نعممها في كل المدارس إن شاء الله، حتى نكون جاهزين لركوب يعني هذا القطار، قطار التقدم
النمو اللي هو بالضرورة الرقمنة التي يجب أن نعرف كيف نستعملها أيضا، لأن مهم الذكاء الاصطناعي وكل التقنيات الحديثة لابد من استعمالها، لابد من أن نكون في مصاف الدول التي تستعمل التقنية الحديثة والرقميات، ولكن استعمالها بحكمة وبنضج حتى لا يكون تأثيرها تأثير سلبي أيضا. في آخر الجينيريك شفنا الحلم مهرجان متوسطي للصورة والسينما، ممكن في خطنا الإمكانية جاهزة أو لا؟ طبعا كل ما تقرره بالمناسبة هو نحيي كل المربين المشرفين على نوادي السينما ونوادي المسرح والموسيقى في كل مكان، وكل شيء سوف نعمل على تحقيقه في أي مدينة من هذا الوطن العزيز الغالي. هناك طاقات إبداعية موجودة في كل مكان، ونحن نعمل من أجل يعني تفجير هذه القوى الكامنة. هناك العديد من القوى الكامنة لابد من تحريكها حتى تلعب دورها في تطوير هذا المجتمع. هذا المجتمع ينتظم، هذا المجتمع يركز، هذا المجتمع وراء قائده مقتنع بالأداء الحكومة ورئيس الجمهورية، ورغم الظروف الصعبة نحن ذاهبون إلى شاطئ السلام، ذاهبون إلى التخلص من تبعية الديون، ذاهبون إلى التعويل على الذات وعلى هذا الشعب البطل الصامد رغم ظروفه الصعبة، ولكن متأكدون من أننا سنخرج في أقرب الأجال نحو أحسن المراتب إن شاء الله.